هي عادتك ولا هتشتريها؟ الزمالك بيخسر ماتش زيسكو يونايتد الزامبي وبيحط نفسه في مشكلة وفي مأزق وفي أزمة كبيرة، إن أنت لازم تكسب ماتش كايزر تشيفز اللي جاي عشان تضمن التأهل. بغض النظر عن اللي حصل، كان نفسي إن احنا نكسب ماتش النهاردة، وكان نفسي إن احنا نعمل ماتش كويس. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، بس كان نفسي بجد إن احنا نبدأ الماتش النهاردة ونكسبه، بحيث إن أنت تقدر تريح نفسك في ماتش كايزر تشيفز وما تبقاش ضاغط نفسك، بالذات أنت داخل على ضغطة ماتشات، حوالي 5 ماتشات ولا 4 ماتشات في 10 15 يوم. ففي ضغطة ماتشات الفترة الجاية. لو كنت كسبت النهاردة كان ماتش كايزر تشيفز ده، بالذات بعد ما كايزر تشيفز كسب النهاردة المصري 2-1. فماتش كايزر تشيفز ده لو انت كنت كسبت النهاردة كان هيبقى ماتش تحصيل حاصل، كنت انت تبقى ضمنت الصعود بأي شكل. حتى لو المصري كسب الماتش الجاي، حتى لو انت خسرت الماتش الجاي، كنت هتبقى ضمنت الصعود، كنت هتبقى 11 نقطة وكايزر 10، والمصري وراك 7. حتى لو المصري كسب هو بعيد عنك، بس ده ما حصلش، وانت حطيت نفسك في مشكلة وفي أزمة ان انت لازم تكسب الماتش الجاي. هي عادة الزمالك مش هيشتريها يعني. يا ريت بس كل الناس اللي بتتفرج علينا تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول بأول. معكم محمد عمر من قناة مستر فورتين، ونبدأ كده بالصلاة على النبي. نقول تشكيل الزمالك. الزمالك بدأ النهاردة تشكيل، كان عندي نقطة غريبة. فين صبحي؟ مش احنا قلنا صبحي هيلعب كونفدرالية وعواد يلعب؟ فين صبحي؟ وفين المشكلة؟ وايه المشكلة اصلا اللي دايرة ما بين الاتنين، ان واحد يلعب التاني ما يقعد؟ ايه يا جماعة، انتوا في ايه؟ انتوا بتلعبوا في ريال مدريد؟ في ايه يا جدعان؟ هو احنا بقى هنخترع كرة؟ اللي مش عاجبه يا جماعة يمشي، اللي مش عاجبه يمشي. ما هو النادي اصلا الدنيا بايظة، فمش هنقف بقى على عواد وصبحي وبتاع. مادي سليمان وقف النهارده، كان هو الحارس الاساسي، عمل ماتش كويس. المادي سليمان في ظل الكور اللي جات له يعني اتعامل معاها على قد الامكانيات اللي وصلت له. محمد ابراهيم باك يمين، حسام والونش قلبين دفاع، الخضري باك شمال. نص الملعب محمد اسماعيل، احمد حمدي، وكان مين معاهم؟ يوسف الفرنسي، يوسف وائل الفرنسي. وينج يمين كان عضية الدباغ، وينج شمال كان احمد شريف، مهاجم وحيد ناصر منسي. الزمالك بدأ الماتش أول 10 دقايق كان في ارتباك وكان في لخبطة، بالذات من اللعيبة الصغيرة محمد إبراهيم والخضري ويوسف وائل. ارتباك، واللعيبة بتحس إن اللعيبة مش واقفة على رجليها، مش قادرة إن هي تمسك كورة نقلتين تلاتة ورا بعض. هجمة الزمالك كانت مدتها قليلة، يعني مفيش كام ثانية والكرة بتتخطف، عكس كايزر، عكس زيسكو يونايتد اللي لسه بقول لك ان هو فريق متواضع وعلى قده خالص. بس على الاقل هم كانوا قادرين يمسكوا الكوره، كان عندهم جرأة ان هم يروحوا ارضيه الملعب. وحشه قوي، هنتكلم في الموضوع دوت. وبرضه انا عندي يعني، هو ده مش مبرر يا جماعه. انت بتلعب في الزمالك، ايا كان بقى انت مين ولا اسمك ايه، انت بتلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك، مش عارف تلعب ماتش في ارض زي دي ازاي يعني؟ وبعدين في لعبه محترفه جايه من انديه تانية، ولعيبه لعبت في ملاعب اقل من دي، معلش مع احترامي يعني. فمش هحطها سبب ان هي من اسباب الخساره يعني. هي اثرت وكل حاجه، بس هي مش السبب الرئيسي. الزمالك بدأ زي ما قلت لك مرتبك، وفي حاجه تحس ان في حاجه غلط. احمد حمدي بطيء قوي. احمد حمدي عندي مشكله معاه يا جماعه، واي حد شايف ان احمد حمدي عمل النهارده ماتش كبير، انا عندي مشكله معاه. احمد حمدي بطيء قوي، بيكسر رتم، بيوقع رتم الهجمه. الكرة حتى لما بتبقى ماشيه بتيجي عند احمد حمدي وبتحس انها بتقف، الدنيا بتعطل كده، عكس ادم قايد اللي كان بيطلعك على طول وبتاع. بس ادم قايد هو ده مش ماتشه برضه يعني، انا مش هقول لا، بس هو ده مش ماتشه. بس الناس بتقول ان هو عنده اصابه. لو اي حاجه غير اصابه بيبقى في مشكله يا جماعه. مش هنعرف نسيطر على اللعيبه كده ولا ايه؟ مش فاهم. الزمالك كمل الماتش بعد اول 10 دقايق، ابتدى يدخل في الماتش واحده واحده، وابتدت تمسك لعب. بس مفيش كوره لا منك ولا من زيسكو، مفيش هجمات، مفيش لعب. الزمالك بقول لك بين النقلتين والكره بتتخطف، مش عارف تكمل هجمه كامله. بعد كده ابتدى زيسكو يونايتد ان هو يحاول ان هو يقرب يشوط وبتاع، والكور مفيش هجمات خطر على المهدي سليمان. مفيش الا يا رب الا كوره كده اتشاطت من على الجنب، لعيب الوينج اليمين بتاعه معدى من الخضري حلو وقام شايطها. المهدي سليمان مسكها، وكان في كوره برضو تسديده حلوه لاحمد محمد اسماعيل للزمالك. كان في كوره في الشوط التاني العوديه الدباغ برضو، عدى محمد سيد حلو قوي فيها وعرضها كده، وعوديه قلشت من قدامه. الزمالك فضل اسلوبه اداؤه وحش جدا لغايه ما نزل محمد السيد وايشو. ودي حاجه غريبه ان ايشو ومحمد السيد هم اللي يعدلوا ادائك.
كان احمد خضر عمل ماتش كويس النهارده، غلط في موضوع ضربة الجزاء، الناس عدت من عنده كذا مرة والتانية والتالتة، بس هو لسه لعيب صغير ولسه هيجي منه وبذرة حلوة يعني ان انت تبني عليها. يوسف وائل برضو كان عامل ماتش كويس، مش عارف هو خرج ليه، انا كان نفسي احمد حمدي اللي يخرج مش يوسف وائل. بس يلا الحمد لله، ده اللي حصل والمجموعة اتعقدت دلوقتي. كايزر تشيفز بقى 10 نقط مركز اول، الزمالك مركز تاني 8 نقط، المصري مركز تالت 7 نقط، زيسكو الرابع بثلاث نقط. الثلاث نقط الوحيدة اللي خدهم مني، ودي مشكلة يا جماعة ان الفريق ده يلعب 5 ماتشات ما يكسبش ماتش غير ماتش واحد. انا ازاي انا الزمالك يعني؟ المهم فكده المجموعة بقت زي ما قلت لك، كايزر 10 اول مجموعة، الزمالك تاني 8 نقط، المصري تالت 7 نقط، زيسكو يونايتد الرابع والاخير بثلاث نقط. الماتش الجاي الزمالك هيلاعب كايزر تشيفز، مفيش اي فرصة غير ان انت تكسب، مفيش اي فرصة غير ان انت تكسب، وهو بنسبة كبيرة اصلا المصري كده اعتقد المصري خرج. الزمالك 8 مش 10، الزمالك 8 لان الزمالك خسر، فكده المصري 7. فالزمالك لو لازم يكسب كايزر تشيفز الماتش الجاي، لان التعادل ما يكفيهوش، لان المصري لو كسب زيسكو هيعديك. فالزمالك لازم يكسب كايزر تشيفز، لو الزمالك كسب كايزر تشيفز المصري خرج من البطولة. ودي برضو المصري اللي حط نفسه في المشكلة ديت. انا شايف ان المصري كان يقدر ان هو يدوس شوية في ماتشات الزمالك وياخد منها نقط، لان الزمالك واقع، الزمالك مفيش فرقة اصلا زي ما احنا بنتكلم. بس في مصلحتنا يعني ان الزمالك اللي يكمل باذن الله، وتكون خير يعني ان احنا نقدر. انا شايف لسه لغايه دلوقتي شايف ان احنا نقدر ناخد البطوله دي، مش شايف فيها فريق قوي فريق مرعب يعني ان هو ان انا اخاف منه. اللهم اتحاد العاصمه مثلا ممكن، بس مش برضو مش هخاف منه، لا فريق اقدر العبه ماتشين او ماتش رايح وماتش جاي، او لو وصلت نهائي اقدر اخطفه في ماتش. الموضوع مش كارثه يعني. بس لسه يرجع لنا شوية غيابات ولاعيبة كانت مش موجودة، بإذن الله تعادل مسار الفرقة. كابتن معتمد جمال عندي بس عتاب بسيط خالص، إن أنت ليه يا كابتن معتمد تنزل من الأول بتلعب على التعادل؟ شايف الفرقة اللي قدامك ضعيفة كنت تدوس وروح، وبالذات أنت بعد ما جه فيك الجون أنت قدرت إن أنت تمسك كورة وتروح وتعمل هجمة والتانية والتالتة، وكان في كورة لحسام عبد المجيد في الآخر في العارضة. ليه ما بتهاجمش كده من الأول؟ عارف ان انت مسافر 9 ساعات، وعارف ان انت عندك ضغط ماتشات، وعارف ان انت معاك لعيبه صغيره، وعارف ان انت عندك ايقافات، بس انت بتلعب في الزمالك. انت بتدرب نادي الزمالك يا كابتن معتمد. يا جماعه نادي الزمالك ده نادي كبير قوي واسم كبير قوي، ما ينفعش ان انا ابقى اروح العب مع زيسكو في زامبيا ويتعمل عليا ماتش حتى لو الفريق ضعيف. ما ينفعش يا جماعه. المهم الزمالك زي ما قلت لك دخل نفسه في حسبة بيرما، وهنبدأ بقى نجيب الآلة حاسبة. هو زيك معودنا على كده، نبدأ نجيب الآلة حاسبة ونحسب، نشوف بقى ماتش مصري وزيسكو أخباره إيه، وماتش الزمالك وكايزر أخباره إيه. بإذن الله يكون التأهل من نصيبنا ونقدر نحقق حاجة. زعلان قوي والله إن إحنا مكسبناش، كان نفسي إن إحنا نكسب ونخلص الماتش ونخلص الصعود من النهاردة عشان نرتاح يعني، بس قدر الله ما شاء فعل. تاني ما تنسوش تتابعوني وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد اول باول. وخليك دايما متابع عشان بنطلع في اوقات كتير بنتكلم عن مواضيع كتيرة زي خاصة بالزمالك وخاصة بالكرة المصرية. نفسي نوصل 100 مشترك قبل رمضان. ما تنسوش تتابعونا. صلوا على النبي في الكومنتات. كان معاكم محمد عمر من قناة مستر فورتين. سلام.